بصراحة الليلة أنا جاي أعتذر يا جماعة للموضوع اللي حصل امبارح. فأنا كنت أعصابي متوتر، وأنا كنت ضغطي مرتفع، وأنا كنت زعلان من الأحداث اللي حصل الماضي وذكرتها، وفعلا أعصابي توتر وأنا اتصرفت تصرف غير صحيح. لكن معلش يا جماعة، أنا بعتذر لكم كلنا أهالي جنوبيين ال 64 قبيلة، فأنا بعتذر لكم. فانا بعتذر لكم ليس خوف، لكن انا جيت راجعت نفسي، واخوان واصدقائي كتار في جنوب السودان اتصلوا علي وقالوا لي يا عوض انت ليس المستوى توصل هناك. بالتالي انا بعتذر يا جماعه. قالوا زول ما عنده كبير ما عنده زول، فانا بعتذر شديد. كورلوال اخوي معلش، انا بعتذر لك. كنت زعلان، المفروض اجيك في البيت واكلم معك، لكن اخوي عفو الله مع سلفا، والليله يوم الجمعه. بعتذر الليله يوم الجمعه، وبعتذر يا جماعه لناس انا سيتم باساميم، فعفو الله مع سلفا يا اخواني. فانا بعتذر لكم كلكم جنوبيين 64 قبيله، وربنا يجيب استقرار في البلد بتاعنا، وان شاء الله ربنا يجيب خير في البلد بتاعنا. وعفو الله مع سلفا لاي زول انا جبت اسمه، وكلكم اخواني. وانا بالتالي انا بعتذر تاني والله يا جماعه. بصراحه انا متاسف شديد، فعفوني. ليس خوف. وناس كتار اخواني دقوا لي قال لي انت ما مستوى توصل فوقه، فانت انسان طيب وذول قلبك ابيض، و64 قبيله كلهم بيحبوك، فانت اعتذر للجنوبيين كلهم. فانا بعتذر لكم يا اخواني، عفو الله مع سلفا، ومعلش بعتذر، اقبلوا اعتذاري انا، وانا بعتذر لكم كلكم جنوبيين اخواني. 64 قبيله نعيش كلنا سوين، وبلد بلدنا، وربنا يجيب سلام واستقرار، وربنا يجيب استقرار في البلد، وان شاء الله يا رب العالمين يجيب سلام في قلبنا. فانا معلش متاسف، ونشيل قبليه من خشمنا ونجد وجه البحر يا اخواننا. معلش انا اسف، وتزر اسمه اعتذاري. I'm sorry.